دخلنا تو للموضوع نتاع المجتمع. نردد احنا هو من زمان في الحقيقه هذا الترديد شعار انه الامه بين ظفرين، وهذه مشكله ايضا، مشكله الامه طبعا. والامه الاسلاميه مشكله، والامه العربيه الاسلاميه ايضا مشكله، لكن الظفرين لا يلغيان شيئا. لا يلغيان شيئا. نردد، حتى الإسلاميين يرددون أننا نمر بأزمة روحية، وهذا الشعار رفع ولا يزال يرفع أننا نمر بأزمة روحية. عندما نقارن مثلا، ونحن كأننا مدفوعون باش نقارن ما بين المشرق، هذه ربما الهوية الجغرافية الروحية الفكرية، وبين الغرب، تؤكد أنت في بعض المداخلات تقول أن الغرب عندما يمر بأزمة روحية، على الأقل الذين يفكرون في هذا الشأن، ونقصد هنا الفلاسفة المفكرون، يعودون إلى لحظة مكثفة، يعودون مثلا إلى كانت، لربما تجديد الخلايا، وهي في الحقيقة هو التمرين على، هو كانت يعوض النسق الواسع نتاع أرسطو. لو لم يكن هناك كانت لعادوا إلى أرسطو. نحن اليوم، ونحن أيضا أضعها بين ظفرين وهي لا تلغي أي شيء، ونحن نمر بأزمة روحية. لمن نعود؟ احنا إذا أردت سأقول لك أن نعود إلى أنفسنا العميقة. ما معنى هناك فيلسوف كندي تشارلز تايلور يقول، يسمي كتابا من كتبه الشيقة The Sources of the Self، ما ترجمته بمصادر النفس أو مصادر الذات، ومصادر النفس أدق. هناك مصادر لأنفسنا، يعني أقول لك مثلا نعود إلى اللغة العربية مثلا، نعود إلى المعلقات، نعود إلى القرآن، نعود إلى كتب الفقه، نعود كل هذا التراث ليس آثما كما يمكن أن يظن المتعجل الآن، لمجرد أن أحدهم قد تملكه. من هو هذا المتعجل؟ المتعجل هو لا، المتعجل موجود في ساحة الفكر الآن. هي ملأة بالمتعجلين، أي إما الذين يريدون أن ينوروا التنوير العنيف لأناس لا يهتمون بهم أصلا، لا يهتمون بآلامهم. يعني مثلا تقول لي ديكارت يقول ويقول، أقول لك أنا هؤلاء يعانون من أزمة روحية، ماذا نقول لهم؟ ديكارت ليس مفيدا هنا. هناك مشابهون لنا في تاريخ الغرب، لو مثلا قرأوا كيركغارد أو باسكال لكان أهم من ديكارت وربما. نريد أشياء حديثة. لو قرأنا نيتشه لكان أهم من كانت، ولكن لأن ما نقرأه يظل يمر من خلال مصفات الجامعة وانتظارات التدريس فربما نفوت على هذه الثقافة. صحيح. نوعية مصادر النفس التي تحتاجها. صحيح. نحن باش نعملوا مسألة معناها تقريبية بيداغوجية نستعملها في أنه لنقل أن هناك حائط سميك بين هويتنا ونحن والشرق العربي الإسلامي، نقول نسميه ما شئنا، وبشيء آخر اسمه الغرب. في متوننا، فيما يسمى بتراثنا الفكري والفلسفي، هل لدينا محطة مكثفة نعود إليها؟ لما تسميه أنت؟ هناك محطات كثيرة جدا. أعطيني بعض المحطات. أعطيك مثلا، نتكلم عن الفلسفة العربية فقط. الفلسفة العربية، الكندي طرح مسألة كونية الحقيقة واكتشفها، واليونان لم يعرفوا هذا الأمر. يعرفوا معنى الكلي بالمعنى المنطقي أو العلمي، أما كونية الحقيقة أي أن أمة أخرى لها حقيقة وعلينا أن نتبنى هذه الحقيقة، هذا جديد تمام في تاريخ الفلسفة. الفارابي يكتشف ميدان ما أصبح منذ سبينوزا نشير إليه في رسالة اللاهوت والسياسة، لو تيولوجيكو بوليتيك. هذا الأمر اكتشفه ديكارت في إشكالية الملة، ونحن لا نفكر في الفارابي هذا، بل نفكر في الفارابي الذي اقترحه علينا الاستشراق وفرضه من خلال التقليد الاستشراقي، ذلك الذي يريد أن يكون أفلاطونا ولم يستطع، باسم المدينة الفاضلة. نعم. ثم ابن طفيل يكتشف القصص الفلسفي. هذا الأمر ينبغي انتظار فينولوجيا الروح وزرادشت نيتشه لكي يصبح إنشاء مسموعا فلسفيا أو مستساغا فلسفيا. ابن رشد
هو الذي اكتشف الاستعمال العمومي للعقل. الاستعمال العمومي للعقل. نعم، هذا الأمر ينبغي انتظار كانت لكي نتحدث عنه. كانت. وابن باجة اكتشف هذه الوحدة الفلسفية التي نتحدث عنها. نعم. تدبير المتوحد. كيف يمكن لأحدهم من دون مدينة فلسفية أو مدينة فاضلة يمكن أن يكون فاضلا وسعيدا؟ نعم. هذا الأمر سيصبح مشكلا وجوديا معروفا منذ كيركيغارد إلى هايدغر إلى ياسبرس إلى سارت إلى آخره، حول هذه العزلة المفكرة أو الفلسفية إلى آخره. هذا في الفلسفة فقط. لكن لو كان هذا في الفلسفة التي نسميها فلسفة لو كان نأخذ الفقه مثلا، فقه. هناك مقولة الشخص في الفقه. يعني نحن نتحدث عن الشخص كلمة بيرسونا أصلها قناع ثم كذا، وينبغي انتظار ظهور القانون الذاتي في القانون، يعني في فلسفة القانون الحديث حتى يتبلور مفهوم الشخص. مش صحيح أن نحن مثلا ليس لدينا مقولة الشخص. مقولة الشخص موجودة في الفقه. في الفقه، وتحل أي تحدث مقامات الحريري تلقاها كل مقامة فيها كلمة شخص، وظهر شخص وجاء شخص ومشى شخص. نحن لا نقرأ أنفسنا بالقدر الكافي، ثم نطالب أنفسنا بأن تكون لنا مصادر نفس أخرى، وعندئذ سنقول ليس لدينا، فإذا سوف هذا الجدار السميك الذي أشرت إليه لا وجود له. لا يفصلنا شيء عن العالم، لا عن الغرب ولا عن غيره. والغرب الآن أيضا لم يعد يتمتع ب الوعي السعيد بنفسه. نعم. هو منذ ربما الرومانسيين إلى الآن وهو يجلد ذاته أمامنا، ونحن ما زلنا نعود ونحيل على نصوص ما قبل الرومانسيين. صحيح. وكأن الغرب ما زال في القرن الثامن عشر. صحيح. وليس يعني من الغريب أن عديد الزملاء يريدون أن يختصوا دائما في القرن السابع عشر. ليش؟ لا يريدون أن يروا ما أصبح عليه الغرب منذ القرن التاسع عشر إلى الآن، الذي أصبح مقبرة أخلاقية الغرب. هل هذا يعني